وبعدين معاكي برضو مش عايزة تاكلي؟ حرام عليك، مش عايزة حاجة. يعني لو ما كلتيش هيحصل لك ايه؟ هتخسي بس. احنا لا عايزين نخس ولا نتخن ولا حتى نروح جيم، احنا عايزين نروح بيتنا. لا خفيف، مش هتروح جيم ولا حاجة، هتروح الجحيم. عارفه ولا تستنى لما توحوح؟ شكلها كده ليلة بيضة ملهاش اخر. صح، شطور، ملهاش اول ولا اخر. على فكرة بابا وماما بيدوروا علينا دلوقتي ومش هيسكتوا. طب يا ريت يدوروا علينا بقى كويس علشان يعرفوا احنا فين ونعرف احنا كمان فين. الحقنا يا حضرة الضابط، مصطفى ومنى اختفوا بقالهم فترة ومش لاقيينهم خالص. يعني ايه مش لاقينه؟ هما كانوا بيلعبوا السغماية ولا ايه؟ لا يا فندم، مش عارفين حصل لهم ايه. طب اتفضل اقعد واحكيلي على كل حاجة. متشكر جدا يا فندم. هو اختفائهم بدأ من يجي يومين، بندور عليهم ومن وقتها محدش عارف حاجة عنهم. طيب ليهم أعداء، أحباب، عليهم إقساط؟ أقساط ايه يا باشا؟ دول لسه أطفال. وأنا هنا في اسم شرطة ولا رحت مكان غلط؟ لا يا باشا، انت جيت في المكان الصح، وفي ظرف ساعة إلا ربع هنوصل لهم إن شاء الله. يا أصول محمد، جهز العربية، عندنا طلعة وهتبقى ولعة. اسكتي يا بنت، شفت اللي حصل؟ مش الواد مصطفى والبت منى مش لاقيينهم؟ اه والله زي ما بقولك كده. ايوه العيال بتوع كرتون الجيزة. البوليس بيشمشم ورانا عشان يعملها معانا، بس على مين؟ اللي جابنا مش هو اللي ودانا. جابنا ودانا وهوانا، انت شكلك مش هتجيبها لبر. انا عارفة انت اخرتك ايه. دريم بارك. لا، السجن. وماله، ده حتى ليا فيه ذكريات جميلة. طب يا اخي ما تسيبنا وتروح تفتكر ذكرياتك. والله يا صاصة أنا قلت أعمل ذكريات جديدة قبل ما أرجع. يا أصول محمد، انت متأكد من المكان اللي هما فيه دلوقتي؟ ايوه يا باشا، احنا راقبينهم بقالنا فتره. على الله نلحق الحفلة من أولها ونطفي الشمع. نلحقهم ان شاء الله يا باشا، وكل سنه وانت طيب. والله وقعت يا دبور، وانا جاي عشان ارحلك. اتأخرت ليه يا باشا؟ ده أنا من كتر الوقفة رجليا نملت. نملت؟ ما كانش ليا حق اتأخر برضو. لا عذرك يا باشا، تلاقي بس المواصلات زحمة شوية. احلى كلبش عندك يا أصول محمد للمعلم دبور. احلى كلبش، بس يا ريت تطلع على مقاسك. أو النبي يا سول محمد، لحسن دايخ على مقاسي ومش لاقيه خالص. ياه، اخيرا هنرجع البيت خلاص. ايوه خلاص، في الاخر الشر لازم ينتهي. انت ايه يا واد اللي مكتفك كده لفة هدايا؟ تكونش جاي من عيد ميلاد؟ منك لله يا دبور، انت اللي عملت فيا كده. ايه ده؟ معقول انا عملت كده؟ الظاهر ان ليا ضحايا كتير وانا مش فاكر. كده يا دبور وقعت، بس برضو العيال دي مش هيعدوا من تحت ايدي. بقول لك يا متهم، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. يلا خش ننضف السجن. ايه ده؟ صعيدي ده وانا من بولاق الدكرور؟ ادي اخرتها يا دبور،
بعد ما كان ليا في الإجرام علامات، يجي اليوم شوية عيال يدخلوني السجن، بس مسيري هخرج، والمرة دي مش هيفلتوا من إيدي أبدا. منك لله. هتقعد ولا ريح حالك خالص؟